نصيحة للمرضى يا جماعة، لو بتشتكي من أي حاجة لو سمحت اسأل حد قريبك دكتور أو حد له علاقة بالطب. بلاش المنطق بتاع أنا سألت جارتي وكان عندها حاجة مشابهة وادتني الدواء فأنا جربته فما نفعش. عندنا منطقين غلط في مصر. منطق إن المريض يبتدي الأول يسأل المعارف والقرايب والجيران اللي مالهمش أي علاقة بالطب، والمنطق التاني إن اللي بيسأله اللي هو قريبه أو صاحبه أو جاره بيديله فتوى طبية. الاتنين مش صح. الحكاية دي مشكلتها إن هي ممكن تأخر التشخيص وبالتالي تأخر العلاج وبالتالي تصعب المشكله على الدكتور اللي انت رايح له. فما تعملش كده، لان مش كل عيان تشخيصه زي التاني، مش كل عيان هياخد نفس الدواء زي التاني، مش كل عيان هياخد نفس الجرعه، مش كل عيان هياخد نفس تشكيله الادويه. كل حاله بتبقى مستقله بذاتها في علاجها، فعشان كده لازم نسال حد متخصص. فبلاش لو سمحتوا سالت جارتي وقالت لي وكان عندها حاجه مشابهه، لان ممكن الحاجه المشابهه دي تبقى تشخيص تاني خالص. فخدوا بالكم القصه دي. انا دكتور شريف خالد، استاذ جراحه عظام، اشتغل تغيير مفاصل، وتابعوني عشان تسمعوا توعيه اكتر في مجال جراحه العظام.